السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض فطائر الزعتر، جميلة وهشة وقطنية وجميلة جدا، هتعجب أولادكم. بولة أحط فيها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليها معلقة كبيرة من السكر، عليها كوباية كبيرة من المية الدافية. هقلب كويس علشان أتأكد إن السكر والخميرة اختلطوا والسكر داب معايا. دلوقتي هضيف عليهم 8 معالق زيت يكون ملهوش طعم ولا ريحة، وهضيف معاهم كمان كوباية من الزبادي بدرجة حرارة المكان، وواحدتين من البيض بدرجة حرارة المكان، وهضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من الزعتر. عايزين تزودوا الزعتر تقدروا تزودوا حسب ما انتوا بتحبوا طعمه. وهحط معلقة كبيرة من الخل واخلط المكونات كلها في بعضيها. دلوقتي هبدأ اضيف المواد الجافة. هجيب المنخل بتاعي واحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، عليها 3 كوبايات من الدقيق. انا هحط كوبايتين وهنخل شوية بس كده من الدقيق علشان المنخل يقل الدقيق فيه شوية، وهضيف الكوباية التالتة. ما تقلقوش، الكمية دي مناسبة جدا لكمية السوائل. ممكن تحتاجوا ان انتوا تضيفوا دقيق تاني، لكن مش هتحتاجوا ان انتوا تضيفوا سوائل تاني. وده كده الخليط اللي احنا عايزينه، يبقى خليط سائل شوية، يعني اتقل شوية من خليط الكيك. ودلوقتي بقى هجيب القوالب وادهنها بالزبدة وابطنها كويس بالزبدة، وهحط فيها الخليط بتاعي. بعدين هغطيها واحطها في مكان دافي لمدة نص ساعة علشان ترفع وتختمر معايا. الكمية اللي انا عملتها دي عملت لي 3 صواني بحجم الصينية الوسط في الطقم. يعني الطقم بيبقى 3 صواني، ده الصينية الوسط. دلوقتي انا ضفت بقى شوية اضافات من عندي. حطيت كاتشب، لو انتوا مش عايزين تضيفوا الاضافات اللي انا هعملها دي تقدروا تحطوا الصواني على طول في الفرن. لو انتوا حابين تضيفوا الاضافات كملوا معايا. حطيت كاتشب ودهنته بالراحة عشان العجينة ما تهبطش معايا، وحطيت شوية خضار زيتون وفلفل، وحطيت جبنة موتزاريلا وجبنة رومي. واولادي كانوا عايزين واحدة باللحوم فحطيت على واحدة فيهم هوت دوج. بعدين خدتهم حطيتهم في الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. خدت معايا 20 دقيقة بالظبط، ووصلت للشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها حلوة قوي، وريحة الزعتر طالعة جميلة قوي قوي قوي. بصوا هشة قطنية طرية جدا، ينفع تعملوها عشاء، ينفع تعملوها لأولادكم تحطوها لهم في اللانش بوكس. جميلة وسريعة وما بتاخدش وقت. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو كان عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.